قولي لينا شنو هي أصعب خطوة جاتك؟ بالنسبة لي أصعب حاجة جاتني في المشروع ديال أرسنال بارادايس هي أنني كنت في الأول راكي عارفة ملي كتبداي أي مشروع خصك تقلبي على لي فورنيسور اللي غادي تبقاي تاخدي من عندهم ولا اللي غادي تبقاي ديريهم. والمشروع ديال التنكافت كيعتمد على بزاف ديال لي بيرسونيل، يعني اللي غادي يخرجوا مع النكافه، اللي غادي يقادوا ليها، اللي غادي باش اول حاجه باش يلاه غتجي باش يلاه غتجي العروسه للبوتيك، خاص اللي غادي يختار معاها، خاص اللي غيخرجها، خاص اللي غيصوب ليها مكياج، خاص اللي غيمشي معاها، الدراري اللي غادي يهزوا الهزه، الناس اللي غادي يمشيو باش يحطوا التفريشه، الناس اللي غادي يقادوا طوابل الكراسه، فكتعتمد على بزاف ديال الناس كيخدموا. وباش انك تجيري بزاف ديال الناس خصوصا في المره الاولى فكتكون صعيبه بزاف، حيت هما كاين اللي كيبغي يبين لك الخدمه ديالو، كاين اللي كيبغي يفرض عليك السيطره ديالو. فبحال هكا كتجيك صعيبه انك تتعاملي مع ناس مختلفين، حيت كاين فيهم اللي قاري، كاين فيهم اللي ما قاريش، كاين المراه الكبيره، كاين البنت الصغيره، يعني كيجمع بزاف الاجناس والاعمار ديال الناس، فالصعيب انك تهضري مع كل واحد باللغه اللي غادي يفهم وتحاولي تخليهم ايكيب ويكونوا مع بعضياتهم، حيت اهم حاجه هما خصهم يكونوا فاهمين مع بعضياتهم وباغيين بعضياتهم، حيت لا كانوا غير جوج ما فاهمينش مع بعضياتهم راه غادي يطرا لك المشكل. وشكون غادي يكون الاصل؟ هو اصلا باغديت، يعني ما كيعرفوش الناس اللي خدامين بقدر ما كيعرفوا الشخص ولا المسؤول على داك المشروع، فهذه هي اللي صعيبه في الاول. ثاني حاجه هي ان الاعراس كيكونوا عندنا بالنهار وبالليل، فاكيد خاص اللي غادي يكون معاهم بالليل في الشويفون حتى هي، فهذه كانت صعيبه بالنسبه ليا. حيت اول شرط كان ديال بابا هذه هو ان باش قلت ليه راه غادي نديرو هذه، قال لي كيبغي الليل، خاص غتبقاي واقفه في الليل، غتبقاي هادي غتبقاي هادي. فكان تحدي ليا انني نقنع الشخص اللي غيبقى ليا بالليل وغادي يكون بحالو بحال نفسي. هذا الشيء اللي كاين.